هنا بقى كنت جات لي الفراغ بتاعتي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا ايه ولا اتنين ولا واحدة غالبا دول اتنين صح؟ اتنين. انا جيت للفراخ عاوزة ادلق الفراخ اللي في البلكونة هنا. ايدة واحدة الاتنين برضو. عاوزة انقل الفراخ هنا فعاوزة اروق الدنيا شوية. ودي طالما لا كده برد على بعض. عاوزة اروق الدنيا هنا شوية كده ونعمل لهم ايه مكان ننقلهم فيه. خايفة ننقلهم جنب الارانب بيعملوا ريحة. فانا هضطر نعمل ايه عشان اعمل لهم مكان في الركن اللي هناك ده. كنت بادئ اخر واحدة على فكرة. لا لسه بصوا فيكي نظبط ده المكان ده اهو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب العالمين. مالكوا كده زهقانين كده ليه؟ طبعا في الشتاء يا جماعه لازم تعملوا مكان للفراخ تقف عليه علشان خاطر الدنيا بتبقى ساقعه وكده. فانا هظبط بقى مكان هنا نجيب فيها الفراخ بتاعتي. انا مش عارفه انا هنجيبهم امتى اصلا. وفي نفس الوقت هظبط مكان الفراخ دي تبيض فيه تعمل مش تبيض فيه ترقد يعني تقف فيه تبيت فيه. صوم هو جزء من الكبسة. انا هصورلكم بعد ما اخلص احسن. بصوا بقى يا جماعه انا عملت بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده. عملتها عش اهو. هنجيب فيها الفراخ هنعلقها على الوش الشكاره دي وهنحاول نحط عليها حاجه من فوق عشان الفراخ ما تروحش عندها. نحاول الفراخ ما تموتش تاكل من الاكل بتاعهم او تعضهم او كده. ولسه ما قررتش ان انا هنجيبهم النهارده هنجيبهم بكره هنجيبهم كمان اسبوع لسه مش عارفه. بس هم سقعانين جدا ولازم يتدفوا. تحاول على اقصى ما يمكن ان انا اجيبهم في المكان ده. المكان اهو مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا بس اهو من بعيد اهو نضفته حلو اهو. هروق بقى بقية الأوضة وأنا بقى الايه الروتين بتاع شقتي. بعد ما رحت للحيوانات بتاعتنا طلعت من النوم على الطيور جالي مشوار كده ماشي. هنروح ساعة ونص. نسيت اقول لكم قبل المشوار جالي بتاع التصليح صلح التلاجة اسمها ايه الغسالة الكبيرة والغسالة الصغيرة والفرن ميكرويف خلاط الكبير والخلاط الصغير كبة كل ده الصلح. عاوزة اقول لكم قال لي على حاجات في التصليحات انا ما كنتش مصدقاها ماشي. حاجات مهمة خالص لازم احنا نعملوها في البيت علشان خاطر نحافظ على الاجهزة بتاعتنا. هروح المشوار بتاعنا ونرجع نصور لكم الاجهزة اللي هو عملها ونقول لكم عمل في كل حاجة ايه. بعد ما رحت للحيوانات بتاعتي لقيت المفتاح نسيها. جيت بقى روقت الدنيا زي ما انتم شايفين كده. خليت الدنيا زي الفل. قلت بقى ايه اما اشوف بقى تروقت البيت واروق الدنيا وسويت السراير وكنست الارضيات وظبطت حالي وبصيت على الفراخ بتاعتي. بسكت الزبرة ده هخرجه بره. طبعا انا بقى ايه بالليل الساعة 2 ولا حاجة حطيت لكم ميه ملكمش حجة عندي. الدنيا ساقعة جدا 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 وانا بحاول اظبط لكم المكان عشان اخرجكم من هنا. عايزة بقى اقلب
دلوقتي هخلص الشطة بالمطبخ واجي جاية مغيرها من القش بتاعهم وعلى الشكارة دي جايبالهم قش نضيف علشان خاطر ايه مياكلوش مني برد. الدنيا ساقعة عليهم تلج. والله انا بحاول على قد ما اقدر اظبط لهم مكان بس ايه لسه يعني بيجهز. المطبخ بقى بتاعي شطة بشوية حاجات كده يعني ايه. انا حطيت الميكروويف، حطيت البرسيل، الحاجات اللي الراجل قالها من امبارح وريتها لكم، وظبطت الرخامة ديت يعني على قد الحاجة اللي موجودة. فاضل بس ايه هنا الحوض هروق الدنيا كده ونوريها لكم. جينا بقى للغنم للمرة التانية بس المرة دي بقى ايه ما نسناش المفاتيح. جيت لهم كده ومعايا ايه شوية عيش وشوية حاجات من ديت على تشيش اهو، شوية عيش على تشيش. انا هندقهم وانا قاعدة في الهوا هنا كده في الغيط وناخد النعمة بتاعتهم للحمام والفراخ. الخشن هنخليهن الجو النهارده جامد. الجو بقى له يومين شمس. لو فكرت نغسل شويه الغلا اللي فاضلين النهارده ان شاء الله على اخر يوم هنغسلهم ولا حاجه هتلاقي الدنيا غيمت ربنا يسترها. فعشان كده يعني دايما هنا في الارياف يقولك ايه لما تعوزي تغسلي غله ولا تعملي حاجه محتاجه الشمس لازم تتابعي الارصاد من قبلها، على الاقل تتابع الارصاد يومين. يعني مثلا يقولك الامطار الفتره اللي جايه دي الدنيا هتغيم بعد اسبوع بعد يومين، تبقي متابعه وتظبطي حالك قبل ما يبقى فيه شتاء ولا فيه غيوم. ان شاء الله ربنا ييسر بس ونغسل الغلا وننشرها قبل ما يحصل غيوم ولا يحصل حاجه، عشان عاوزين على يوم الجمعه كده نكونوا ايه نودوها المكنه. يعني لسه هنغسل على يومين زي الحبه اللي فاتهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نغسل على يومين وننشر على يومين برضه. ربنا ييسر الحال يا رب. عندي الفراخ بتاعتي طبعا انا من امبارح وانا بحضر عش الفراخ اللي في البلكونه عندي ماشي. ايه بعد ما كنست الاوضه بالشكل ده كومت كده كوم دشيش. هما الفراخ لو لقوا الدشيش لوحده كده من غير كوم مش هياكلوه، لكن طول ما هما لاقيين كوم كده هيبتدوا يفحرفوا ياكلوه. عملت عشه بالشكل ده. كل اللي انا كنسته حطيت نص في الشكاره دي ونص في الشكاره دي ونص في يعني عملتهم 3 كده. والشكاره اللي هناك ديت ايه فيها قش. بكره ان شاء الله هنجيب شكاره قش كمان ونحط كده نملى كل الجوانب والقفص ونعشش عشه مظبوطه، ونحاول بقى نعمل لهم خشبه في الجنب كده بحيث ان انا اعرف اضلل عليهم واعرف ايه اظبط لهم الدنيا. ربنا ييسر يا رب العالمين ان انا ايه اعرف اعمل النظام اللي انا بقول لكم عليه ده. قلت لهم حاجه خضراء اهو. اهم حاجه بس للارانب لما تجيبي حاجه خضراء تجيبي الخضار بتاعها يكون ناشف ما يكونش ايه ما يكونش اخضر جامد. مش عايزه اكل شيش عشان تنقوا الشيش اللي في الارض. بس الحمام غضبان على العيش لوحده. شويه الشيش اهوت اهو كده. بس الارانب بتاعتكم طبعا من ساعتها جيت سهيت في الكريس والتربيع الصم بدأت ازاي. لسه ما بصيتش على الايه صحيح ما بصيتش على الحمام اللي طالع. وروني كده بسم الله الرحمن الرحيم. تيجي تحتك حمام ولا يا سيدي حمام. دي كانت تحتها بيض. دي كانت تحتها حمام. الدنيا ممكن تكون ساقعة عشان كده رديت. مفيش حاجة هنا اعتقد. ابيض فين البيض؟ حول ولا قوة الا بالله. طب كان في بيضتين هنا راحوا فين؟ انا اول ما جيت لقيت الرومي طلع كده يبقى هو اللي كان.
اهو بيض مكسورة والرومي كلب. حول ولا قوة الا بالله، يعني التالت ولا رابع حمامة بيض والرومي ياكل الطلع بتاعها. وانا في مشكلة نعمل ايه بقى؟ من فترة كده جوزي جه عمل هنا قفاصات وحاجات وسلك بسبب الحاجات اللي هي الطيور دي، كان هضطر كده لا اقصصهم لا نعملهم. وانتي بقى مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت راقده هنا ليه ما بتطلعيش؟ نكتة ريشك ليه؟ انت المفروض تبيضي. ايوه تولدي امتى؟ ده لو انت فيك يعني. مالك؟ ما تخافيش اهو هتطلعي. اطلعي اهو اطلعي، مش هيشاكي. انتوا تعالوا يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا. الدنيا ساقعه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. الله اكبر الله اكبر، اللهم صل على النبي. الدنيا ساقعه كده ليه النهارده اهو؟ انتوا سقعانين ليه بقى؟ اهو مالكوا؟ ايوه الدنيا ساقعه. انا نسيت الشباك مفتوح بالليل، هقفلهولكوا دلوقتي. استنى. اللهم صل على النبي. الله اكبر. يعني خاني واحد فتح عينه اهو. طب الاصفر دي جالنا منين؟ الراجل بقى بتاع الصيانه امبارح جالي قال لي على شويه حاجات كده، حابه ان انا اقولها معاكم علشان خاطر كلنا نستفيد. انا صلح لي اكتر من حاجه وهقول لكم على كل الحاجات. اول حاجه معايا الغساله اطفال دي، فكها حته حته وركبها تاني، وقال لي ان الموتور بتاعها ما عادش موجود منه خالص ولا ينفع نركب لها موتور كبير، فلو هي هتبوظ منك فبيعيها خرده، ما ينفعش تستعملها تاني. والسلك واللي هو الاسمر اللي بيبقى جواها ده اسمه ايه؟ اللي بيلف ده الحزام، السلك، السير. السير بتاعها لو انقطع مش هيبقى موجود منه تاني. فدي اخر حاجه في يونيون اير اللي هي الغسالة دي يونيون اير. ده الكلام بتاع الصيانه ليا، بيقول انا شدتها لك على اعلى حاجه واستخدميها بالراحه حته حته عشان خاطر ما تبص منك تاني. تعالوا بقى نشوف بقيه الحاجات كده. بالنسبه بقى للغساله، الباب بتاعها كان واحد من العيال الاطفال عندي كانوا خالعين الباب كسرين، فهو مسكها برضو كشف عليها حته حته من فوق ومن تحت. هو ما شاء الله يعني الراجل ده عنده ضمير شويه. قلع الباب وهيغير لي المقبض اللي هو المفروض ان هو بيكون هنا كده علشان خاطر هو مكسور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فخده معاه عشان يشوف له غيار شبهه ويجيبهولي. وقال لي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مشكلة الغسالة دي ان هي الكهرباء عندك ضعيفة والمية عندك ضعيفة، فبتشتغل كل فين وفين. يعني انا بشغلها مثلا بعد الفجر عشان اعرف الاقي لها مية كويس. يعني مشكلتها ان هي محتاجة مية ومحتاجة نور عالي. فنعمل فيها ايه؟ هنعمل حاجة اسمها منظم كهرباء، ممكن نشتريه من اي مكان ونستخدمه فيها، يعني عشان خاطر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خاطر هي محتاجه حاجه يعني تنظم الكهرباء. دي بالنسبه لايه؟ للغساله. بالنسبه بقى يا جماعه للميكروويف، الميكروويف عندي كان بقاله فتره كده طالع منه ريحه وحشه جدا جدا جدا، مش عاوزه اقول لكم. الريحه كانت بشعه. الريحه دي كانت زي ما تقول انا كنت حارقه فيها كوالح. كنت بعمل في الشهر كنت عامله ترند. قال الترند بتاع الكوالح ده خلى ريحتها مش حلو، فهو قال لي لا بص هو خلع الصاجه دي كده اللي هي دي وخلع الحاجات وقعد يبص فيها من جوه، كشف عليها معاه جهاز صغير كده، لان الميكرويف سليم ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. كل المشكله بس اللي بتخلي ريحه مش حلوه وان هو ما بيسخنش. البتاعه دي عاوزه تحط عليها باور دهون عشان خاطر التسخين بتاعها يوصل، يعني عشان خاطر توصل لنا التسخين. ده بالنسبه للتسخين. بالنسبه للاكل بيطلع منها ساقع، قال لي ان الكهرباء عندي قليله، فعشان كده ما مش عارفه اقول لكم ايه، ما بتسخنش. ده بالنسبه لايه؟ للميكروويف. بالنسبه للخلاط، انا عندي خلاط صغير، فده الشفشق بتاعه. الشفشق ده يا جماعه مخروم كده من تحت، يعني بيسرب ميه. خلى الخلاط معايا شغال نور، وصله نور،
وبعد ما هو وصل النور مش واصل، مش راضي يشتغل، مش راضي يلف. فالخلاط لما كان بيسرب ميه نزلت على الموتور تقريبا، عملت في الموتور حاجه، فهو خده معاه هيصلحه برضه عندي. بالنسبه للخلاط ده كان الزرار بتاعه ما بيعملش الحاجات دي، كان مخلوع. ركب الزرار وخلاني بدل ما احط الفيشه اشغل الخلاط، لا هشغل من هنا عادي مفيش اي مشكله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الكبه بتاعتي دي، الكبه الجزء اللي في النص ده اللي هو ده ما بيلفش وما بيعملش اي حاجه، من جوه مكسوره. فقال لي هتاخدي القطعه دي كامله كده تغيريها من عند الناس اللي هي ايه بتاعه الحاجات دي. فاحنا دلوقتي عرفنا كل حاجه كانت ايه المشكله فيها والتصليح بتاعها كان ايه. يعني هو قال الميكروويف يتغسل من جوه بالباور من الحته اللي فوق اللي هي بيوصلها الكهرباء دي عشان يوصل التسخين. دي تفادوا بقى الموضوع دوت، ومش محتاجه اهو حد ولا اي حاجه. لو عندكم الميكروويف مش بيسخن هتعملوا فيه الحركه دي. لو الخلاط عندكم فصل كهرباء اعرفي ان الشفشق بيخر، او من البدايه لو الشفشق عندك بيخر اعرفي ان هو هيحرق لك الموتور او هيبوظ لك الموتور، فتلحقي تغيري الشفشق او تشوفي له اي حاجه. يا رب اكون فدتكم بشويه التصليحات دي. عاوزه اقول لكم ان الراجل اصلا صلح كل الحاجات ديت، ولسه هيجيب لي بقى الخلاط والباب الغساله، وصلح كمان الفرن الغاز كان بيسرب غاز، والله العظيم خد 50 جنيه، مش عارفه ازاي يعني. ربنا يبارك له طبعا في صحته، وراجل محترم جدا ومخلص جدا في عمله. يا رب اكون فدتكم باي حاجه.